السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل البسبوسة المرملة السادة، وان شاء الله معانا تكاية حلوة جدا هتخليها معاكي مرملة وفي نفس الوقت متماسكة، وهتكون حلوة وجميلة. وزي ما هتشوفوها معايا كده ان شاء الله هتطلع معاكي بسبوسة تحفة جدا جدا لكل اللي بيخاف يعمل البسبوسة. ما شاء الله شايفين البسبوسة حلوة وجميلة ازاي، وما شاء الله مفرولة وناعمة وفي نفس الوقت متماسكة. بجد خطيرة خطيرة خطيرة، وتسوية كمان حلوة جدا جدا جدا. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله ونقول مكوناتنا واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبدئيا كده معايا نص كيلو سميد بسبوسة من اللي هو السايب، وهنعايره بالكوباية مع بعض وهنشوف النص كيلو هيعمل قد ايه معانا. معايا كوباية كده وهنسمي الله كده ونبدأ ناخد أول واحدة، يعني النص كيلو واحدة، يعني أول كوباية كده مسح. النص كيلو هيعمل معايا قد ايه؟ هيعمل معايا 3 كوبايات إلا ربع بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هناخد بقى يعني بالظبط كده 3 كوبايات الا ربع، ده النص كيلو، علشان انا بجيب البسبوسه وبحطها في البرطمان ده بحتفظ بيها كده. هناخد بقى على النص كيلو سميد قد ايه سكر؟ هناخد 1.5 سكر حبيبات عادي جدا، يعني سكر حبيبات مشري تموين عادي كله شغال، مش هيقول لنا لا. كوبايه وربع. طبعا حبايبي انا بعاير كل المكونات بنفس الكوبايه، يعني ما بغيرش الكوباية، هياها نفس الكوباية، علشان طبعا مكوناتها تطلع مظبوطة وتكون جميلة. ومعايا معلقتين كبار من السمنة، ما يعادل نص كوباية من السمنة. المعلقتين الكبار المليانين بيعملوا لي نص كوباية. طبعا انتوا عارفين ان الجو برد والسمنة بتكون متماسكة بالشكل ده كده. هبدأ بقى إن أبس البسبوسة، بسبوسة يعني هنبس البسبوسة، هبسها بالسمنة بالشكل ده كده، ولغاية ما الخليط يمتص كل السمنة اللي معايا، والسمنة كلها تتفكك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة تبس بإيدك مفيش أي مشكلة، عايزة تبس بالمعلقة زي ما أنا ببست كده مفيش أي مشكلة خالص. المهم إن الخليط كله يتشرب كده من السمنة، وكله كل الحبيبات تكون عاملة زي الرملة المبلولة معايا. انا ما ضفتش هنا لا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا اي حاجه خالص. لسه الاضافه اللي انا هضيفها اللي هتخلي معاكي البسبوسه حلوه جدا جدا وجميله هنضيفها دلوقتي، بس لما اشرب كل الخليط للسمنه ويكون معايا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده انا شربت كل الخليط للسمنه وبستها، وكانت عامله معايا كده بالشكل ده كده زي الرمله المبلوله. هنجيب بقى التكايه الحلوه اللي هتخلي معانا البسبوسه حلوه ومتماسكه ومرمله، وتطلع معاكي تحفة تحفة زي بسبوسة الحلواني بالظبط. وهي ايه؟ معلقة من الدقيق الزيرو. هنجيب معلقة واحدة، طبعا انا نخلتها في الصفاية بالشكل ده كده. وكمان معايا كمان اضافة لو حابة تضيفيها دي اختياري، معلقة من جوز الهند المبشور. حابة تضيفيها ماشي، مش حابة تضيفيها مفيش اي مشكلة. وهقلب وهكمل تقليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص خطوة التقليب كده خلاص خلصت معايا. هبدأ بقى اجيب اللبن او الحليب اضيفه على البسبوسة بالشكل ده كده، وهاخد مقدار كوباية على الخليط ده، كوباية ومعلقتين من اللبن. المعلقتين دولت علشان معلقة الدقيق اللي انا ضفتها. تمام. طبعا الخليط معايا مش هيكون سايب ولا هيكون متماسك، علشان تطلع معايا بسبوسة حلوة وبسبوسة ناجحة لازم يكون الخليط مظبوط، ما يكونش السوائل بتاعته زيادة وما يكونش ناشف. لو كان السوائل زيادة هتطلع معاكي البسبوسة ناشفة ومخشبة كده محجرة، لكن هو الخليط كده مظبوط زي ما انتوا شايفين حضراتكم معايا ما شاء الله، بيتفرد بكل سهولة وحلو جدا وجميل جدا. نزلت كل الخليط بالشكل ده كده، وهبدأ اني اسويه في الصينية. هبل ايدي مية وهجيبها بالشكل ده كده اساوي الصينية. بتكون خطوة حلوة وخطوة جميلة. بعد كده هغسل ايدي تاني وارجع طبعا ابدأ بقى اني اهبد الصينية كده كمان هبدتين، واجيب بقى سكينة واقطع البسبوسة قبل ما تدخل الفرن. طيب ليه بعمل الخطوة ديت؟ علشان بعد ما تطلع من الفرن تكون سهلة عليا
وطرية وجميلة. هدخلها بقى الفرن، وبعد ما يفوت 10 دقايق من الوقت هبدأ ان اعمل الشربات. كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، وهسيبهم 7 دقايق على النار يغلوا. واول ما خلاص هبدأ ان اطفي على الشربات، هبدأ ان اضيف هنا كيس من الفانيليا البودر. يعني لو فانيليا بودر افضل بكتير من الفانيليا السايلة في الخطوة دي. هقلب بقى الفانيليا كده مع الشربات، وخلاص هنا انا طفيت بقى كده على الشربات، وقلبت الفانيليا مع الشربات اهوت. وكانت كده البسبوسه ما شاء الله كده خلاص خلصت. هي بالظبط اخدت مني تلت ساعه في الفرن. ما شاء الله شايفين شكلها روعه روعه روعه. طبعا الحرف الحامي اللي انتوا هتقولوا لي عليه ده من الفرن بتاع، يعني الخرم اللي هو بتاع الفرن. ما تقلقوش خالص، بس ان شاء الله جميله وزي ما شفتوها في بدايه الفيديو. هيبدأ هنا الشربات، البسبوسة تشد الشربات كده وتتغلغل فيه. يعني كده البسبوسة ناجحة معايا وجميلة جدا جدا. هسيب كل كمية الشربات بالشكل ده كده على البسبوسة، ما تقلقوش خالص. هي هتشربها مع نفسها. طبعا بعد ما تشربها هغطي الصينية كده 5 دقايق، وتكون كده البسبوسة شربت الشربات كله، والمقدار طلع مظبوط 100%. وكانت ما شاء الله بالشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه معايا، ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. هنبدأ بقى هنا نفس الخطوط اللي انا كنت عاملاها بالسكينه، هبدا اني اخططها تاني. وطبعا لو انت كنت حابه تعمليها تزينيها مفيش اي مشكله. انا هنا حبيت اعملها ساده، وهبدا بقى اني اقطعها وامشي على الخطوط تاني زي ما كنت عامله في الاول. اللهم بارك، كانت جميله جميله جميله. ان شاء الله تجربوها على الطريقه ديت، وان شاء الله تعجبكم، وتكون طريقه سهله وبسيطه لكل اللي هو بينعى هم ان هو يعمل بسبوسه وبيقول مش بتطلع معايا ناجحة. لا بجد 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 جميلة ومرمبلة وحلوة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.